من وجدة. كيف تعبر حبوب الهلوسة حدود المغرب؟ اليوم نتوقف في البيضاء على أنقاض كريان طومة، سوق لبيع القرقوبي في واضحة النهار. كان من الصعب أن نكسر مكانا بات أشبه بقلعة حصينة. بكاميرا خفية رصدنا صورا صادمة. لنتابع هذا الروبورتاج. الذي يجعل هؤلاء ينحدرون إلى الدرك الأسفل من الاستعطاف هو الإدمان. كل هذا الإذلال من أجل حبة من الأقراص المهلوسة أو القرقوبي أو بلغة السوق البربوقة. يعلوهم أفراد عصابة لا نشاهد هنا إلا صغارها. هي أشبه بالخنادق التي يصعب اجتيازها. هذه المساحة كانت بها أحياء هامشية قبل أن يشملها برنامج محاربة دور الصفيح. العصابات المنظمة اختارت من المكان الذي يجري تجهيزه ليصبح حيا سكنيا، وجعلت منه سوقا خاصا لترويج بضاعتها في إجراء احترازي لاستباق أي إنزال أمني. باعة مباشرون يحميهم فتوات بسيوفهم، ومراقبون وعيون خوفا من دوريات الشرطة. وبالحي الصفيحي المجاور نجد الوسطاء. ثمن الحبة الواحدة يتراوح ما بين 35 إلى 50 درهما، ما يجعل المدمن في احتياج مستمر للمال من أجل الحصول على جرعته. ومن أجل الحصول على المال تلك قصة أخرى. بكل صراحة أنا كنت مدمن على القرقوبي وتسبب لي في عدة مشاكل مع الناس ومع الأمن، وكان سببي هو اللي كان الطريق الوحيد بعد اللي كيدخلني للحبس، وتسبب لي في داء السل هو اللي مرض لي ذاتي، ومن الحالة المادية ما عنديش، وكنبغي ندوخ وداك الشيء ما عنديش باش غادي ناخذو. كنلتجئ للمشاكل والسرقات وما نكذبش عليك، وهذا الشيء ضرني بزاف. للاسف الشديد هذا العقار كيتروج في المؤسسات التعليميه. لقينا بان وليدات عندهم 14 عام 13 عام 12 عام كيتناولوا هذا العقار السام. لقينا وليدات قاتلين اللي عندهم 14 عام 15 عام قاتلين الاصول. الدور ديال السياسيين ديال هذه البلاد، لان خصو يكون واحد مشروع قانون وتصادق عليه في البرلمان باش نحدوا من هذه الظاهره الخطيره اللي ولات كتنخر الاجساد ديال الشباب ديال هذه البلاد، لان راس المال ديال هذه البلاد هو الشباب ديالو. كم من جريمة تفاداها مجتمعنا بهذه الاعتقالات، لكن تضافر الجهود الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية هو ما قد ينقذ شبابنا من هذه الصور التي تغني عن أي تعليق أو تأويل أو فيديو. لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.